بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر السعيد، أرحب بحضراتكم. نبدأ حديثنا دايما بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين يا رب العالمين، اشف مرضاهم ومصابيهم، ارحم شهدائهم، انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. طبعا هنتكلم النهاردة الخميس 4/4 قبل مباراة الأهلي وسيمبا، مباراة الإياب اللي ستقام غدا الجمعة 5/4 في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. المباراة طبعا بحضور 30,000 متفرج، والساعة المقررة للاستاد أو الساعة المقررة لحضور الجماهير إن شاء الله يكون الجماهير كلها موجودة في الموعد، تشجع النادي الأهلي وتشجع فريقنا، ودايما في ظهر النادي الأهلي كالعادة يعني. طبعا نتيجة الشوط الأول أو المباراة الأولى طبعا بنعتبرها شوط، على في شوط هناك وشوط هنا. المباراة الأولى انتهت بفوز النادي الأهلي 1-0 في دار السلام أو في تنزانيا، ودي نتيجة طبعا طيبة، نتيجة جيدة جدا إنك خارج أرضك مباراة الذهاب تنهيها بالفوز. يبقى عندك العودة إن شاء الله أو الشوط الثاني مباراة الإياب هتكون في أرضك وسط جمهورك وفي ملعبك في وسط الأجواء اللي أنت متعود عليها. طبعا المباراة الأولى برغم الفوز 1-0 ولكن كانت الأجواء صعبة جدا، الحرارة، الرطوبة عالية جدا، لكن أنت هنا بتلعب في الجو المناسب ليك اللي أنت بتلعب فيه باستمرار في وسط جمهورك، وتقدم مباراة أقوى إن شاء الله، وتمنياتنا بالفوز للنادي الأهلي. المباراة صعبة مش سهلة زي ما قال كولر حتى في المؤتمر الصحفي النهارده. كولر قال لك أتوقع أن تكون مواجهة سيمبا مثل الذهاب، ستكون مواجهة صعبة جدا، وشاهدنا مستوى متقارب ما بين الأهلي وسيمبا. ده طبعا تصريحات كولر في المواجهة الأولى، وإن سيمبا جاي القاهرة عشان يلعب على الفوز، وسيفعل كل شيء من أجل الفوز والعودة بالفوز أو التأهل للمباراة القادمة أو للدور القادم اللي هو قبل النهائي. حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب، وهو ما يمنحنا الثقة، ولكن هناك فرق ما بين الثقة والتعالي. ده استمرارا لحديث أو تصريح كولر. في فرق طبعا بين الثقة وبين التعالي أو الغرور. فالراجل واقعي بيتكلم بمنتهى الواقعية، ولا حتى الكلام ده اللي أنا قلته للعيبة في غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء المباراة الأولى. يعني أول ما اللعيبة خلصت المباراة طلع كولر قال لهم المباراة الجاية صعبة، مفيش في ثقة، ادتنا النتيجة دي منحتنا ثقة، ولكن هناك فرق بين الثقة والتعالي، أو إن أنا داخل مباراة وعندي غرور شوية أو مرتاح للنتيجة. فدي هيدي طبعا انطباع لدى اللعيبة كده بالارتياحية وعدم الجدية في المباراة. فكولر طبعا بيحذر من الكلام ده كله. حتى تصريحات رامي ربيعة خلال المؤتمر الصحفي طبعا حضروا مع مارسيل كولر باعتباره طبعا كابتن الفريق، قال لك الفوز بهدف في تنزانيا نتيجة إيجابية، ولكننا نحتاج إلى التركيز الشديد لآخر فترة في المباراة أو لآخر دقيقة في المباراة. وده نتمنى إن شاء الله يا رامي ده اللي يحصل، اللعيبة تكون مركزة، اللعيبة تكون نازلة عارفة الهدف من المباراة، بدون بقى غرور بدون تعالي، ينسوا نتيجة المباراة الأولى ويلعبوا بمنتهى الجدية في المباراة القادمة اللي هي بكرة إن شاء الله. طبعا عندنا غيابات أكيد في النادي الأهلي كالعادة، احنا متعودين احنا على الغيابات دايما، إصابات أو غيره. عندنا 7 غيابات في النادي الأهلي، طبعا 5 للإصابات و2 عدم تسجيلهم في قائمة النادي الأهلي في دوري الأبطال، اللي هم الزنفولي طبعا وعمر كمال. 5 الإصابات عندنا طبعا الإصابات كلها أسامي كبيرة للأسف، الشناوي، إمام عاشور، ديانج، وبن عزيز طبعا بوفاة والده، والده توفى بالأمس، هو سافر لحضور مراسم العزاء والكلام ده كله. عارفين ديانج طبعا أليو اللي هي اختصار لعلي، يعني ديانج كمان هو من اللعيبة المسلمين في أفريقيا. نتمنى لوالده الرحمة وندعي له بالرحمة إن شاء الله. قلنا عندنا إصابات الشناوي، إمام عاشور، ديانج، ياسر إبراهيم، كريم ندفد، كلها أسامي قوية
أسامي كبيرة، ولكن نتمنى لهم الشفاء إن شاء الله ويرجعوا لنا في أسرع وقت بإذن الله. وقلنا 2 لعدم قدم أفريقيين، الزنفولي وعمر كمال، يبقى عندنا كده الغيابات 7. ولكن دايما زي ما قلنا وبنقول ودايما حقيقة إن الأهلي بمن حضر. يعني أي حد هيمثل النادي الأهلي قادر إن هو يحافظ على روح الفريق ويلعب طبعا بروح فانيلة النادي الأهلي. ودايما كل لعيبة النادي الأهلي سواء شباب سواء كبار سواء أشبال دايما عندهم هدفهم أو التارجت بتاعهم هو الفوز في أي مباراة، والفوز في أي بطولة بيدخلوها. فالأهلي بما انحدر إن شاء الله، دي حقيقة مش كلام. متوقع طبعا تكون قائمة النادي الأهلي ما بين 3 حراس: مصطفى شوبير، حمزة علاء، ومصطفى مخلوف. وطبعا الدفاع بقى معلول، منعم، رامي ربيعة، هاني، وأكرم، ومو احتمال يكون متولي موجود في القائمة. أتمنى يا رب إن متولي بقى يرجع وربنا يبعد عنه شر الإصابات. لعيب كبير ولعيب مهم، ولكن إصابات دايما بتلاحقه باستمرار. إن شاء الله يكون متولي سليم ويقدر يشارك بقى مع النادي الأهلي، لأن فعلا وحشنا ولعيب مهم جدا في خط الدفاع. هل بقى هيبدأ بهاني، يبدأ بأكرم، زي ما نشوف مارسيل كولر وترتيباته في المباراة. خط النص طبعا عندك حدث بقى، يعني مش برضو عندنا غيابات، ولكن في موجود مروان عطية، عندك كوكا، عندك في قفشة موجود، كريم فؤاد يقدر يلعبها. الأجنحة طبعا على اليمين هتلاقي عندك طاهر، بيرسيتاو، كريم، قلنا كريم فؤاد بيلعب برضو يمين، ممكن كهربا، موديست، الشحات، رضا سليم، وعبد القادر. ده طبعا في الهجوم يعني. فده المتوقع بالنسبة للقائمة. أما التشكيل طبعا محدش يقدر يدخل دماغ كولر، لأن دايما بيفاجئنا بالتشكيل، ولكن نتمنى إن هو يبدأ بالتشكيل الصح. يعني أتمنى إنك يا عم كولر تبدأ بالتشكيل الصح والتشكيل القوي اللي يقدر يخلص المباراة. وطبعا عندنا عودة وسام أبو علي، نسينا نحطه في القائمة. وسام أبو علي طبعا، عودة وسام أبو علي عودة قوية، وهتضيف للنادي الأهلي كتير في هجوم النادي الأهلي. ممكن هيبقى أكيد، مش ممكن يعني، هو 90% يبقى احتياطي، مش هيبدأ المباراة، ولكن هيبقى موجود وجود وسام أبو علي مع موديست ومع كهربا. كنا محتاجين يكون عندنا خط دفاع، خط هجوم قوي، يكون فيه الاحتياطي بتاعه كمان قوي. فأيا كان هيبدأ بوسام أو هيكون احتياطي، أكيد هيكون إضافة للفريق. كده دي بالنسبة لأخبار النادي الأهلي. إن شاء الله أتمنى الفوز للنادي الأهلي، ونقابل بقى اللي هيكسب من بترو أتلتيكو أو قلنا بترو أتلتيكو بيلاعب مين؟ بترو أتلتيكو أو مازيمبي. والبطولة دي طبعا إن شاء الله تكون الأمور سهلة بالنسبة لنا. أنت عندك إن شاء الله تعدي سيمبا، وإن شاء الله نعدي بعد كده بترو أتلتيكو، ويبقى طريقنا مؤهل للنهائي سواء بترو أتلتيكو أو مازيمبي يعني، ولكن الأرجح إن يكون بترو أتلتيكو. الكرة فيها مفاجآت في كل شيء. نيجي بقى الأخبار العامة اللي عندنا. طبعا بالنسبة لأخبار النادي الأهلي برضو، الأهلي 15 والزمالك 1. يعني لا يزال مسلسل تفوق النادي الأهلي على الزمالك بفرق كبير جدا في كل الألعاب الجماعية. عشان بس اللي بيقعد يقول لك احنا ملوك الطايرة في مصر، ولا احنا ملوك السلة في مصر، ولا لا، احنا ملوك الصالات في مصر. النادي الأهلي السنة دي بس حاطط على الزمالك في كل الألعاب الرياضية 15 مرة، 15 مرة، سواء طايرة، سلة، يد، حتى القدم. مش عايزين يعني في بعض الألعاب الجماهير ما بتتابعهاش أو ما تعرفش عنها حاجة، زي كرة الماء والكلام اللي هو لكن تنس الطاولة والحاجات دي كلها. نتكلم على ألعاب الصالات اللي هي معروفة، اليد والطايرة والسلة والقدم. 15 مقابل 1، 15 فوز للنادي الأهلي مقابل فوز وحيد للزمالك. شفنا بالأمس
الماسترز بتوع النادي الاهلي، الرجاله بتوع النادي الاهلي في الطايره، فوزوا على الزمالك 3-0. الشوط الاولاني 25-17، الشوط الثاني 28-26. ده الشوط اللي كان فيه تنافس قوي جدا وفي تعادل والكلام ده كله، فخلص 28-26. والشوط الثالث خلص 25-21، واثبت تفوق النادي الاهلي. طبعا ده بعد انتهاء مباراة كمان البنات اول امس، وفازوا على الزمالك 3-0 برضو. شفنا كاتيانا دي ولا كتيانا كانت متألقة، وشفنا بنات النادي الاهلي عملوا مباراة قوية جدا وفازوا على بنات الزمالك الهاربات من النادي الاهلي. شفنا المال الحلال في المباراة الاولى. النهارده المباراة الثانية على فكرة ما بين برضو الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك بنات. المباراة الثانية هتكون طبعا مش سهلة، ولكن ان شاء الله نتمنى التوفيق لبنات طايرة في الاهلي، ونشوف بقى ايه التقدم دايما والتفوق للنادي الاهلي في كل الالعاب، عشان بس محدش يرجع يقول لك ايه ملوك الصالات وملوك شفنا مين ملوك الصالات، شفنا مين ملوك القدم. وبالنسبة لكرة القدم كمان، بالنسبة للمباراة الأهلي والزمالك في الدوري اللي هي هتتلعب في السعودية بقدرة قادر كده، نقلوها للسعودية من أجل السبوبة، من أجل الفلوس، من أجل كل حاجة. طبعا قلنا مش كل حاجة بتتباع، يعني مش كل حاجة بتتباع، حاجات كتير عمالة تتباع. مش الكورة كمان هتتباع، تاريخك ما يتباعش. يعني ايه دوري يتلعب في بلد تانية؟ انا اعرف الكلام ده في كل العالم، بطولة سوبر، بطولة كاس، نهائي كاس، الكلام ده كله. لكن دوري، هل انت تتوقع مثلا مباراة ما بين مانشستر سيتي وليفربول، او مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، او اي فريقين في الدوري الانجليزي تروح تتلعب في السعودية او في قطر او هنا او هنا؟ مفيش طبعا. لكن بطولات، في بعض البطولات المتعارف عليها زي بطولة السوبر، بطولة الكاس، نهائي الكاس، نهائي السوبر، الكلام ده كله ممكن يتلعب خارج الأرض لأهداف تسويقية. ولكن دوري صعبة جدا. الكاس، كاس اللي هو باسم مصر، اللي كان دايما بيسلمه رئيس الجمهورية، وبعديها كبير اليانورام بيبقى يعني لو ما راحش رئيس الجمهورية ده بيكون بديل عنه أو بيروح بالنيابة عنه. إن تتلعب في السعودية ليه؟ عشان دولارات. طيب سيبك من الكاس وانه تاريخ، والكاس ده عمره ما طلع من مصر، ولا نهائي الكاس ده اتلعب الا في مصر. ماشي، طلعنا وشفنا وخدوا فلوس وكله قفش والدنيا كانت مهرجان وهيلمان والكلام ده كله. طب الدوري ليه؟ ليه مباراتين الدوري انا العبهم في السعوديه؟ هات لي مبرر عشان الفلوس؟ يبقى خلاص كل حاجه ايه بتتباع، التاريخ بيتباع بالفلوس، كل حاجه بتتباع بالفلوس. ويرجع نادي الزمالك يقول لك انا هلعب هاخد $1,000,000. طب ما الاهلي طلب، اول ما اول ما اقترحوا الموضوع الاهلي قال لك انا هاخد 1,000,000 والزمالك 1,000,000. يعني الاهلي طلب للزمالك، قال لك هنلعب المباراتين بس مفيش مشكله. يرجع الزمالك يقول لك بعد اللي حصل من شيكابالا واللي حصل من دونجا، وطبعا هنتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده عايز حلقه لوحده، لان العقوبات الساذجه، العقوبات التافهه، العقوبات اللي هي لا ترتقي لمستوى الحدث اللي تم اقرارها على دونجا وشيكابالا بايقاف مباراتين وغرامه 25,000 جنيه لاستفزازهم وهتافهم ضد جماهير النادي الاهلي. ويجي يوقع غرامه على جماهير النادي الاهلي بيقول لك لردها على استفزازات شيكابالا 100,000 جنيه. يعني ده اعتراف منكم ان انتوا شيكابالا هو اللي استفز الجماهير وهو اللي راح الاول للجماهير. لما اللعيب يروح يشاور كده ويتكلم للجماهير، ويتكلم عن الرشوه، ويروح يستفز الجماهير ويشتم الجماهير، وتديله ايقاف مباراتين في اي قانون واي لائحه. اللائحه بتقول من 4 مباريات ل8 مباريات. انتوا جبتوا مباراتين منين؟ من اي لائحه؟ يقول لك بناء على تقرير مراقب المباراه. طب سيبك من مراقب المباراه، ما بيراقبش ربنا او ما بيراعيش ربنا. الناس كلها شايفه امام شاشه التلفزيون اللي حصل. انتوا كاتحاد الكوره اتعميتوا خلاص، يعني مش شايفين اللي حصل.
وعلى فكرة مش فيديوهات، ده مباشر. والقنوات اللي نقل المباراة كانت كام قناة نقلة، وكله على الهوا قدام عينيكم وانتوا موجودين اساسا في الاستاد وسامعين وشايفين. هتطبق اللوائح يا اخي، طبق اللوائح، ما تعتمدش على الفيديوهات وعلى الصور والكلام ده كله. طبق اللوائح اللي عندك. اللائحة بتقول ايه؟ من 4 ل 8 مباريات. انت تدي مباراتين على اساس اي لائحة اللي جبتها، وغرامة 25,000 جنيه، وتدي جماهير النادي الاهلي غرامة 100,000 جنيه. يعني انت رد الفعل بتوقع عليه عقوبة اكتر من الفعل نفسه. وبعدين ايه جماهير الاهلي؟ جماهير الاهلي استفزت، طلعت قالت ايه العبيط اهو، تمام؟ يبقى 100,000 جنيه، واللي يطلعوا لك الرشوة وساعات يبقى 25,000 جنيه، وإيقاف مباراتين، تشويه لسمعة بلدك، عدم احترام للناس اللي استضافوك وعملوا لك بطولة محترمة، وعملوا لك تصوير محترم، وزعت على قنوات محترمة، وتسويق محترم، وطلعت لك بمبلغ محترم، قفشت قد كده، وفي الآخر يطلع إهانة من واحد لعيب زي شيكابالا وواحد لعيب زي دونجا للجهة المنظمة وللناس دي كلها. وفي الآخر أنت تدي عشان خايف بس من الزملكاوية وعشان الزمالك وننوس الدولة وتعليمات الوزير وتعليمات من هنا وهنا، تديله مباراتين. طب بأي عين هيروح الزمالك يلعب تاني في السعودية؟ بأي عين ليهم هيروحوا يلعبوا في السعودية تاني؟ وأنا مش عارف إزاي السعودية طلبت مباراتين الأهلي والزمالك يتلعبوا هناك بعد الأحداث اللي حصلت دي. الأحداث دي لو حصلت في أي مكان والله ما يدخلوهم تاني، لا شيكابالا بقى ولا دونجا ولا الزمالك نفسها. فأنا مش فاهم برضو، القصة مش مفهومة. هل عشان الفلوس كل حاجة بتتباع؟ يلا ما علينا. ويطلع جاهل، واحد جاهل صحفي أو إعلامي، شبه الإعلاميين اللي بيتقال عليهم إعلاميين، يقول لك إن الاتحاد الأفريقي منع الزمالك من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أمريكا بنظامها الجديد اللي هيكون بمشاركة 24 فريق. إزاي يا عم الجهبذ أنت؟ قال لك المفروض ياخد بطل الكونفدرالية 2024. طيب أولا الزمالك لسه الكونفدرالية شغالة، أنت ما ضمنتش إنك تاخد الكونفدرالية، دي حاجة. تاني حاجة، الاتحاد الأفريقي ملوش دخل يا عم الجهبذ، يا عم فيلسوف مش عارف إيه. نادي الزمالك أو الكاف ملوش علاقة مين اللي يشارك أو مين اللي ما يشاركش. دي تحديد المشاركات أو الفرق المشاركة من الفيفا نفسها، مش الكاف. مش الكاف اللي منظم بطولة العالم للأندية، دي الفيفا. والفيفا اللي بتختار وليها اختيارات بناء على مقاومات معينة. يعني الشامبيونز ليج واخد فرق من الشامبيونز ليج. الدوري الأوروبي مفيش فريق منه بيشارك في كأس العالم للأندية. تقول لي الكونفدرالية يشارك، دوري الأبطال بس اللي بيتاخد منهم الفرق اللي تشارك، تمام؟ مفيش لا من الدوري الأوروبي. والدوري الأوروبي بيلعب فيه مين؟ ده بيلعب ميلان، وبيلعب فيه ليفربول، وفيه أسامي كبيرة جدا وفرق كبيرة جدا ما راحتش كأس العالم. تاخد من الدوري الإنجليزي، من الدوري الألماني، من دوري الأبطال، دوري أبطال أفريقيا، مش الكونفدرالية. الكونفدرالية دي بطولة كده على الهامش يعني، مش تبقى فاهم يعني. مش الكافية يا عم الجهبذ اللي بيختار، دي الفيفا. وما بيختاروش بطل 2024، ده واخدين بطل 23. يعني الاهلي ما دخل مشارك او ممثل افريقيا عن بطولة 2023 مش 2024 اللي لسه اساسا ما خلصتش. دي بس يعني لقطة كده عن بعض الناس اللي بتطلع في الاعلام الزملكاوي وبيهبدوا ويقولوا كلام كده اي كلام. اخر حاجة بقى، تصنيف الفيفا لمنتخبات العالم. طلع التصنيف بالامس، وللاسف تراجع مصر مركز. احنا رجعنا مركز في تصنيفنا. احنا كنا 8 كنا 36 اصبحنا 37.
بعد طبعا بطولة افريقيا، بعد خروجنا من بطولة افريقيا. طيب التصنيف بقى، تصنيف بسرعة كده. الارجنتين الاول، فرنسا الثاني على العالم، بلجيكا الثالث، انجلترا الرابع، البرازيل الخامس، البرتغال السادس، هولندا السابع، اسبانيا الثامن، التاسع ايطاليا، العاشر كرواتيا اللي احنا خسرنا منها 4-1، وطلعت ناس تقول المنتخب وحسام ومش عارف ايه وبتاع. كرواتيا عاشر العالم يا جماعة في التصنيف، غير ان كانت تالت العالم وتاني اوروبا. فده التصنيف بالنسبة للدول العشرة الاوائل في العالم. يتزعمهم طبعا بطل العالم الارجنتين. في افريقيا الاول هتلاقيه افريقيا هو المغرب، ولكنه 13 على مستوى العالم في التصنيف. السنغال الثاني افريقيا، ال 17 على العالم. نيجيريا الثالث افريقيا، ال 30 على العالم. مصر الرابع، 37 على مستوى العالم. كنا 36 وهبطنا او نزلنا درجة. كوت ديفوار بعدينا ب 38، تصنيفها 38 على العالم. تونس 41، الجزائر 43. توفيق للنادي الاهلي، توفيق لمنتخب مصر، التوفيق ان شاء الله بالفوز بكره في مباراه سيمبا، ورجاله تقدم لنا مباراه قويه يحققوا لنا الفوز اللي احنا بنتمناه. وايا كان زي ما قلنا النادي الاهلي دايما بمن حضر، كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه مستعده ان شاء الله تخوض المباراه بكره ويفرحوا جماهير النادي الاهلي، يفرحونا كلنا. وفي النهايه اتمنى لحضراتكم الصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.